عمو بدنا نسوي عرس النسوان بالبيت وعرس الرجال على السطوح، يعني اهليه بمحليه، ما بدنا نضخم فيها. ما بدك تضخم فيها قلت لي مو، ولك انا بدي اسوي عرسي بافخم صاله بالبلد بدي اخلي كل العالم تحكي فيه. 4-0 لمصطفى. لك عمو شو 4-0؟ ايش عم نلعب طابه هون؟ والله هذا الموجود عنا، عجبك ما عجبك الباب بفوت جمل. لك يا عمو ما اختلفنا، الباب بفوت جمل ولا بفوت جحش ولا بفوت حمار، بس انت مانك مركز غير على الماده، اسالني غير اسئله، بجوز انا اطلع انسان احسن منه من جوا. ما قلتوا لي قد بدكم تدفعوا مهر؟ فعلا طنجره ولقيت غطاها، بس انا ما راح اروح من هون الا لما اكشف السر اللي مخبي عنك مصطفى. وش هو السر؟ كنا ساكنين انا ومصطفى بسكن شبابي مع بعض، وبصراحه كل يوم كان يفيق من النوم وهو شاخخ تحته. جاي تخطب بنتي ولك شخاخ ومن إلها من هون ولك؟ الله يوفقك، فضحتني. فعلا يا ابني مو كل شيء بهالحياة مادة، ولازم الواحد ما يركز عليها. خلاص أنا قررت أعطيك بنتي، خلينا نقرأ الفاتحة. ها؟ أنا فاتحة؟ عمو أنا ما بعرف أقرأ الفاتحة. بس أنا تقرأ الفاتحة ولك وجاي تطلب بنتي ومن إلها ولك؟ الشخاخ أحسن منك.